اتفضلي. شكرا. يعني انت شايفين الظلم يا ناس، وبصي عملتي فيها اللي ما يعمل. قولي بقى رايك. ده خطير يا جماعه، شايفة؟ والله تحفه. شفتوا بقى يا سلمى هتعمل مني شاورما. هو لازم يعني عشان نخرج ناكل؟ ما ينفعش نخرج من غير ما ناكل بره، ما ناكل في البيت ولا ايه يا جماعه؟ عمركم شفتوا واحده بتخاف من بنتها؟ اتحداكوا احلى حواوشي هتعملوه في حياتكم، لان شخصيا اول مره احس ان ده احلى حواوشي انا عملته في حياتي، طبعا باضافه المكون السحري اللي هتعرفوه في الفيديو. طب لما ندوق، بسم الله. الله يا جماعه انا رجعت في كلامي خلاص، انا بحب اكل البيت قوي. رجعتي في كلامك. شايفين بقى الظلم يا ناس؟ لا شايفين نصرة ربنا؟ ايه رأيكم؟ ايه ده، هي دي السلطه اللي انا بحبها؟ ايوه. طب هو ايه اللي عليها ده؟ ده نعناع مجفف يا باشا. هو انت اصلا عملتي كل ده مسافه ما لبست وجيت؟ هو البني ادم محتاج ايه اكتر من نص ساعه بعد العيد؟ كده حلو قوي، كده كتر خير الدنيا. انت اشطر كتكوت بقى. شفتي؟ انا شفتك. شفتيني بعمل ايه؟ ده اكل ده ولا مش اكل؟ طب ده اكل ايه؟ مش انت بتحبيه؟ هو تسلم ايدك وكل حاجه، بس انت تحسي عليا. شايفين الظلم يا ناس؟ لا انت عايزه تحسي بالظلم، حرام عليكي بقى. ده حواوشي صح؟ حواوشي بس انا بحبه. بتحبيه. شفتي بقى جابت ورا يا جماعه؟ شفتوا؟ تسلم ايد ماما. ميرسي يا حبيب مامي. هو بصراحه رهيب رهيب، وانا متاكده ان طعمه تحفه. لا دوقيه وبعدين قولي رهيب ولا مش رهيب. اتفضلي كلي بره بقى. لا بره ايه، انا اصلا طول عمري بحب اكل البيت اكتر. انت لسه من قبل من نص ساعه كنت لسه بتقولي انا هاكل بره. يلا يا مامي حصليني. انا يا سعاده البيت. انت يا سعاده البيت. يلا بقى نبتدي على طول. عايزين نعمل سلطه حلوه جدا، بس انا عايزه ابتدي بيها عشان عاوزاها تسقع. زي ما انتم شايفين انا جبت بطاطس قشرتها وبخرطها دواير تخينه، وبعدين بالطول وبعدين كارو. دي اول حاجه معايا في السلطه. هجيب ميه هغليها على النار، حوالي 3 كوبايات من الميه. كان عندي شويه بسله على شويه فاصوليا فروزن، والبطاطس بحطهم كلهم وبحط عليهم معلقه من الملح، وبسيبهم 5-6 دقايق بس، ما تطوليش عليهم. البسله والفاصوليا كانوا فروزن فما بياخدوش وقت خالص، والبطاطس يا ريت ما تسيبيهاش اكتر من 5-6 دقايق، وتركزي جدا في الحكايه دي عشان ممكن تتهري منك وتبوش. يلا بقى نعمل الصوص الحلو قوي اللي هنحطه عليها. انا دلوقتي كان عندي مايونيز، حطيت حوالي 5-6 معالق كبار من المايونيز، وعليهم رشه من الفلفل الاسود وشويه من الملح ومعلقتين كده كبار من الخل. وبعدين بصراحه المفروض يكون عندي مايونيز اكتر، كمان دي مش هتكفي البطاطس والخضار اللي انا عاملاه. فعملت ايه؟ جبت كان عندي نص علبه كده من الزبادي، حطيت عليها حوالي معلقتين كده من الميه او من اللبن. ابتديت بقى ان انا اظبط بقى ملح كله، لان طبعا زودت زبادي فالدنيا في التوابل محتاجه تتظبط. يعني معنى كده ان انا حطيت مايونيز وشويه خل وملح وفلفل اسود وزودت معلقتين زبادي. احط بقى الميكس ده واحط عليه الخضار، احط الميكس ده من فوق ومن تحت، وبعدين هقلبه كويس وادخله التلاجة عشان لازم يسقع، ما ينفعش يتقدم سخن كده. عشان كده انا ابتديت بيها. دلوقتي بقى انا عايزه اعمل الحواوشي عشان عايزه احضر اللحمه بتاعته، وبعدين نكمل بقيه اكلنا. انا دلوقتي جبت ايه بقى؟ 6 معالق برغل لكيلو اللحمه المفرومه، يعني كل كيلو بياخد 3 معالق برغل منقوعين زي ما انتم شايفين كده. انا حطيت البرغل وحطيت عليه ميه سخنه، وهسيبه ربع ساعه بالظبط، هتلاقيه شرب الميه دي وطري. وبعدين بحضر بقيه حاجه الحواوشي. انا دلوقتي جبت ايه بقى؟ فلفل اسكندراني، هو سبايسي شويه، فلفل اخضر رومي، فلفل سبايسي. لكل نص كيلو لحمه مفرومه بياخد 3 قرون من الفلفل الرومي، واذا حابه سبايسي قرنين من الفلفل السبايسي. وبرده كل نص كيلو لحمه مفرومه بياخد بصلتين كبار. وطبعا زي ما قلت لك 3 معالق برغل منقوعين لكل نص كيلو. وبعدين برضو كمان حطيت التوابل بقى بتاعتي، عباره عن ايه؟ ملح وفلفل اسود بس. انا حاطه كبابه صيني على الفلفل الاسود ده. حطيت معلقه سمنه كبيره، وابتديت ان انا ادعكهم كويس عشان اللحمه المفرومه بتاعتي ما كانتش دسمه قوي، فانا قلت اطعمها بمعلقه السمنه دي. التاتشات البسيطه دي يا جماعه بتفرق جدا في الطعم. قعدت ادعك فيهم كويس جدا زي ما انت شايفه كده لغايه ما يمتزجوا كويس قوي مع بعض. العيش ده اسمه عيش حواوشي، انا بطلبه من بتاع الفرن وبقول له يعمل لي عيش حواوشي، يعني بيكون اصغر وتخين شويه، وفي نفس الوقت ما بيكونش لونه غامق. انا دلوقتي بس ايه بعمل الحركه دي في اللحمه عشان اشوف اللحمه اللي عندي هتاخد كام رغيف. قصيت العيش بقى بالمقص كده وفتحته بشكل ظريف، وبعدين حشيته. ويا ريت ما تمليش العيش على الاخر، تقعدي تدوسي عليه كده علشان ما يبقاش بس ايه تخين قوي، مش بنحب اللحمه تكون مغرقاه قوي يعني.
المهم يا ستي بقى مسيحه سمنه بلدي جنبي، وحطيت بقى ايه، شايفين دي يعني زي ما انتم شايفين قطرات كده من على الوش في العيش ومن على الوش في الرغيف من جوه. برضو الحاجات البسيطة دي بتفرق. أنا دلوقتي ولعت الفرن وحطيت الصاج في الرف الأولاني من تحت، وولعت الفرن على أعلى درجة حرارة وهحطه 10 دقايق. دخلته بقى 10 دقايق، بدور يا ولاد إن لقيت طحينة، ما لقيتش غير معلقة في قاع البطرمان. رحت جايباها معلقة كبيرة، رحت جايباها حط عليها معلقتين 3 كبار من المية سخنة أو من الفلتر على طول، ودوبتها كويس جدا جدا. وبعد كده بصوا المعلقة دي بقى هتبان لكم دلوقتي طبق محترم. حطيت معلقة من الزبادي كمان، وبعد كده هبتدي أتبلها بالملح والكمون والخل والشطه. بس انا ما حطيتش توم، انتي حابه تحطي توم هي المفروض بيتحط لها توم، بس انا البيت عندي يعني ولادي وجوزي وكده مش بيحبوها بالتوم. انا بقى خلاص عملت منها طبق محترم من المعلقه دي، رشيت على الوش كده شويه بابريكا وشويه كمون. دلوقتي بقى يا ولاد عدى 10 دقايق، كان الفرن متولع قبلها ب5 دقايق. خلاص انا طلعته وهحطه على الوش التاني وهدخله تاني حوالي 5 دقايق. يبقى هو خد، انا ولعت الفرن 5 دقايق، دخلته 10 دقايق، وبعدين حطيته على وشه 5 دقايق كمان في الرف الاولاني زي ما قلت لك. خلاص انا بقى طلعته خلاص، وبعدله بقى كده طعمه وريحته وكريسبي وكل حاجه فيه حلوه، فعلا يجنن، كانك شاريه من الشارع، بس طبعا احلى وانضف واضمن. انا دلوقتي بقى بعمل السلطه الخضراء، بس انا بعملها مش هعملها المره دي التقليديه بتاعتنا، هعملها بالسماق. انا جبت البصل خرطته دواير، حطيت عليه رشه من السماق ورشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود وحاجه بسيطه كده من الكمون، وكمان حطيت شويه شطه، وهحط كمان معلقتين كده من الخل، وهدعك البصل كويس جدا جدا. وبعدين هبتدي اخرط طماطم وخيار وفلفل رومي او فلفل سبايسي او فلفل اسكندراني براحتك، علشان البصل ده هو الاساس عندي. وهخرط كل الخضار ده وابتدي احطهم عليه، وبرده احط على جنب كل السلطات بتاعتك. يا ريت تكون ساقعه على ما الحواوشي يطلع، يعني تخلصي السلطات الاول وبعدين تطلعي الحواوشي، علشان لما تطلعيه يبقى سخن، مش تركنيه على جنب وتعملي السلطه. احنا كده خلصنا السلطه بتاعتنا ونقدمها بقى، تجيبي اطباق كده حلوه ظريفه تحطي بقى فيها كل السلطات بتاعتك. واكلنا خلص يا حلوين. طبعا دول شويه شوربه كانوا عندي من قبلها بيوم يعني سخنتهم. رشيت بقى رشه نعناع على سلطه البطاطس اللي بالخضار والمايونيز دي اللي كانت في الثلاجه، بتديها طعم حلو جدا. ما عندكيش النعناع المجفف ده مش مشكله خالص يعني، بس هو بجد طعمها حلو قوي قوي قوي. ان شاء الله تجربوا السفره دي وتعجبكم. ما خدتش يا جماعه نص ساعه، يعني كل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده ما خدش وقت خالص. حمرت شويه فرايز، اكل كان حلو جدا. بحبكم جدا جدا، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ما تنسونيش في كومنتاتكم الحلوه، واشوفكم الفيديو الجاي حلوين. باي باي باي.